ايه الدور السينمائي اللي نقدر نقول عليه ان ده عمل لفؤاد المهندس نقطة تحول في مسيرته؟ بصي، في كلمة فؤاد المهندس بيقولها دايما، كان بيرددها في لقاءات كتير. بيقول كل الأعمال اللي أنا قدمتها دول ولادي حبايبي، ودول حتة مني، حتة من قلبي، دول كبدي، يعني تعبيره كده. ف ده بصورة عامة هو بيتكلم عن أعماله بشكل عام، لكن أنا من وجهة نظري العمل اللي أثر بشكل كبير في حياته الفنية عائلة زيزي. عائلة زيزي كان سنة 63. ايوه. وكان مين معاه بقى؟ كان معاه سعاد حسني واحمد رمزي ومعاه محمد سلطان ومعاه عائلة راتب والبنوته اللطيفة إكرام. كانت قد الفيلم ده كان قد ايه فيلم جميل جدا. اخراج فطين عبد الوهاب. طبعا فطين عبد الوهاب. والحوار مين اللي عمله بقى؟ السيد بدير. السيد بدير عمل حوار من اروع الحوارات اللي تشوفيها في فيلم الحقيقه. ليه؟ لان العائله اللي هي عائله زيزي دي العائله الحيرانه اللي فقدت الاب وفقدت العائل، حيرانه الام بين اولادها اللي كل واحد ليه اتجاه وليه تفكير، لكن ما عدا سبعاوي. ليه بقى سبعاوي؟ لان سبعاوي كان عنده امل وكان عنده مشروع. المشروع اللي هو ايه؟ ده اهم حاجه عنده. المكنه طلعت قماش، يعني فاهماني؟ وطبعا دي من اللازمات اللطيفه جدا طبعا. اللي احنا كمان اللي احنا بنستخدمها لحد دلوقتي. ايها يعني الناس دلوقتي في كلامنا ايها الناس طلعت قماش. ايها الناس المكنه طلعت قماش. أيوه. فبصي المشاهد كلها اللي قدمها فؤاد المهندس في الفيلم ده كوميديه راقيه هادفه، ليها تأثير كبير جدا على المشاهد، مش بس عشان يستمتع يقول الله ده الفيلم ده جميل اما اقعد اضحك شويه، لا. ده انت ما بيقدم مثلا على سبيل المثال في مشهد مثلا عشان هو عايزينه يخطب، عشان خلاص كبر وهو الكبير بتاع العيله. تخيلي بقى كلمه طا 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 اللي هي علامه ان انت يعني ايه يا عم، يعني انت بتلخبط الدنيا. شويه كده، ركز مع خطيبتك. أيوه. عشان تعجب بيه. ضرب ده كل عرض الحائط وفضل على هدفه، يعني مركز عليه بشكل كبير. وحتى لما خد خطيبته دخلت شوف المكنه، خد والدها. كل الحاجات دي، المشاهد الكتيره جدا اللي قدمها. وبعد كمان ما اكتشف ان المكنه طلعت قماش، شوفي الاداء قد ايه كان رائع وقد ايه كان جميل. يعني كل مشهد من المشاهد في الفيلم ده، المشهد اللي هو كان قاعد برضو وهو بيتغدى الساعه 3 ملتزم. ايوه. فما رجع من بره اخواته لسه ما جوش، فقال كل شويه انا هروح اتغدى، لا مفيش، الساعه 3 لازم بالظبط. لحد ما في الاخر قعد واتغدى، وكان اخواته اللي هو سعاد حسني واحمد رمزي كان عندهم مشاكل، فعلى ما خلصوا المشاكل هو بينده بيقول ايه؟ الفاكهه يا محمد. الفاكهه يا محمد، يعني خلاص هو خلص الغداء وخلص بسرعه جري. فاكهته خلاص. انا بقول ليه بقول كده؟ عشان بقول شوف دي كوميديا الموقف. طبعا مفيش لا ابتذال ولا في اي تجاوز، وفي ظرف، يعني في تحس ان هو مشهد ظريف. طبعا. يعني انت اكيد لازم تضحكي لما هم خلاص بينده على اخواته، بينده على محمد عشان يجيب له الفاكهه، خلاص الموضوع انتهى، تتغدوا ما تتغدوش انا عملت اللي عليا خلاص يعني. فطبعا كان فؤاد المهندس اعتقد ان عائله زيزي سنه 63 كان نقطه تحول كبيره قوي، لان بعديها شفنا افلام رائعه ببطولته مع شويكار. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.